أنا اسمي فريدة، بنت عادية من برا بس من جوه شايفة كل حاجة وما بفوتش تفصيلة. اتعرفت على راجل غني ومثير اسمه سلون، ملياردير بيحب يحوط نفسه بناس جميلة مشهورة ومن عالم تاني. دعاني مع مجموعة شباب وبنات على جزيرته الخاصة، جنة على الأرض. مناظر طبيعية، أكل فاخر، حفلات، بحر، شمس. قلت لنفسي إجازة العمر. بس بعد أول يومين بدأت أشوف حاجات مش راكبة. ناس بتختفي، أسئلة ملهاش رد، تصرفات غريبة وكلام ما يتقالش بصوت عالي. الجزيرة طلعت مش مكان استجمام، دي مصيدة. بدأت أربط الخيوط واتفاجئت بالحقيقة المرعبة. سلون بيستخدم الجزيرة دي في حاجات أبشع مما تتخيل، ومش أي حد بيرجع منها. أنا بقيت في نص كابوس، مش عارفة أثق في مين، بس كنت متأكدة من حاجة واحدة: لو ما هربتش مش هخرج من هنا حية. اشتغلت بعقلي، خططت وحاولت أهرب، لكن في جزيرة ما فيهاش غير كاميرات، حراس وخداع. كل خطوة غلط ممكن تبقى الأخيرة. بس أنا ما رمشتش مرتين ولا حتى مرة. أنا واجهت كل حاجة علشان أرجع وأنقذ الباقي أو أموت وأنا بحاول. فيلم بلينك توايس بيتعرض حصرياً على كانواتي تي في من غير فواصل إعلانية، بجودة HD تخليك تحس إنك على الجزيرة معانا. بس خليك صاحي، لو الفيلم شدك وفضلت قاعد مش قادر ترمش، اكتبلنا رأيك في تعليق. هاشتاج بلينك توايس، هاشتاج كانواتي تي في، هاشتاج فيلم نفسك متقطع، هاشتاج لو رمشت هتضيع، هاشتاج شاركنا رأيك.